كنت مره كنقول للوزير كتمر المغالطه استاذ هذه ما صحيحاش، كيقول لي ما تدخلش، قلت له ما يمكنش نصبح انا في المغالطه، ما يمكنش. كيقول لي اسامه اسكت، قلت له ما يسكتش. قلت لهم انا حاضر هنا كتنسيقيه وطنيه تاهيلي مستقله عن التنسيق الوطني وما كاينش معاها. السلام عليكم وتحيه نضاليه لكل منسقي ومنسقات الثانويه التاهيليه بمديريه فاس. كعضو مجلس وطني حاضر في اللجنه المكلفه بالترافع يعني الملف المطلبي ديال الثانوي التاهيلي امام اللجنه الوزاريه المكلفه من طرف رئيس الحكومه والمكونه من وزير القطاع السي بن موسى والسي القجاع وزير الميزانيه المنتدب في الميزانيه والسي السكوري والسي ادر دور مدير الموارد البشريه بالنيابه زائد الكاتب العام زائد جوج ديال مستشاري الوزير. بعد تقديم ديالنا من طرف المكونات الحاضره في طاوله الحوار، تدخلت انا اولا باسمي رشيد، تدخل رشيد عن خليفه باسم التنسيق الوطني للثانوي والتاهيلي، ثم تدخلت انا فيما بعد، ثم تدخل السي اسامه. عرضنا التصور ديال التنسيقيه الوطنيه للثانوي والتاهيلي، عرضنا التصور ديالنا كامل وعرضنا الملف المطلبي باكمله، وضغطنا اننا قلت في الملاحظه ديالي في المداخله ديالي، قلت حنا كنحضروا كتنسيقيه وطنيه للثانوي والتاهيلي مستقلين عن التنسيق الوطني الى جانب التنسيقيه المحايده للتدريس واطر الدعم كمكون اخر ثالث موجود في الحوار على طاوله الحوار. بعد اخذ وجدب عرضنا التصورات ديالنا كاملين، كل المكونات عرضت التصور ديالها على اللجنه الوزاريه. بعد مرور تقريبا 4 ساعات تقريبا انسحبت اللجنه الوزاريه، خرجنا حنايا ارتحينا مع كنتهاودوا مع الكاتب العام وتهاودوا مع السي ادر دور، وقال لي سمعت لك اشكاين تبارك الله عليك والى اخره. كان ديك الاستماله ديال السي يوسف حمي كيقول لي عطيني النمره ديالك والاخر الى اخره، ما عندنا غير داك الشيء كله الله ينطلع علينا حيا. وكنت مره كنقول للوزير كتمر المغالطه استاذ هذه ما صحيحاش، كيقول لي ما تدخلش، قلت له ما يمكنش نصبح انا في المغالطه، ما يمكنش. كيقول لي اسامه اسكت، قلت له ما يسكتش. قلت لهم انا حاضر هنا كتنسيقيه وطنيه تاهيلي مستقله عن التنسيق الوطني وما كاينش معاها. المهم مشات اللجنه الوزاريه في الاستشاره، رجع عندنا السي غميمه الادريسي بالمداخلات بداك الشيء اللي قالوا له اللجنه الوزاريه. قلنا له واش ما كاينش، جيت دخلت قلت له واش ما كاينش شي واحد، ها هو الكاتب العام على برا، ها هو ادر درك على برا، يجي يقول هو. قال لك لا انا كنوصل لكم واش قالوا هما، وغنمشيو نستشروا هما مع رئيس الحكومه في العرض اللي قدمنا كمكونات كامله بما فيهم الثانوي التاهيلي والتنسيق الوطني والتنسيقيه الموحده للتدريب واطر الدعم بالمغرب. بقينا كنتناقشوا مع عاوتاني مع السي مع السيد غميمه الادريسي والمداخلات والتعقيبات. داك الساعه دخل السي عبد السلام شنقاو، داك الساعه انا داك هو حسين عيت يوسف. بالتالي الخلاصه ان اللجنه الوزاريه عندها لقاء اخر مع النقابات الاربعه من مورانا، يجيو يطفئوا الغضب الى اخره، يشغلوا مع هذاك. حنا داروا معنا لقاء اخر غدا على الساعه 3 مساء، اللي اضطرينا نبقاو هنا. كنا غاديروا في الصباح ولكن غدا الجمعه وكنديروا حتى 3. مشاو هما يستشروا مع رئيس الحكومه بصدد العرض اللي قدمنا في الملف المطلبي زائد المطالب العامه. شنو هي المطالب العامه الساده الاساتذه؟ هي السحب الفوري للنظام الاساسي، وهي اسقاط مخطط التعاقد، ورجعوا هما بواحد 6 النقاط. هاد 6 النقاط الشباب غنديروا عليها بلاغ وغنصيفطوها لكم المجلس الوطني ونفرقوها على المنسقين. اما التاويل اللي قال لك انني قلت اننا نسحبوا النظام الاساسي ما كايناش هذا راه اساتذه. غدا غادي يرد علينا اللجنه الوزاريه في الجوله الثانيه غدا، يقدر نجلسوا حتى 4 ايام ما عرفناش. قال لك حنا غنفكوا هذا الشيء كاع في كان جور اقصى تقدير، نحلوا نردوا من بين النقاط اللي جاب لنا السي غميمط ارجاع سحب النظام. دابا سمعوا دابا مازال ما ردوش علينا رئيس الحكومه، غدا غادي يردوا علينا. ما تاولوش الهضره ديالي. النقاط اللي جبناها وكتبناها 9 ديال النقاط اللي جاب لنا السي غميمط، رد لنا قال لك كيقول لك هادو غيمشي يتشاوروا مع رئيس الحكومه. يتشاوروا هاد الليله مع رئيس الحكومه، غدا نجلسوا على طاوله الحوار ونعاودوا نجيبوا 9 النقاط نشوفوا واش نتقدموا ولا ما نتقدموش. الشرط الاساسي الاول هو ارجاع النظام الاساسي لطاوله الحوار، سحبه ثم عاد نضروا فيه، والتعاقد غنعالجوه من داخل النظام الاساسي الجديد. وعطينا اقتراحات نرجعوا ل 2003 ونلغيو داك الشيء اللي فيه خايب، او نرجعوا ل 85 نعاودوا على المكتسبات ديال اللي جا بها هذا الاتفاق ديال 10 دجنبير. وزائد اننا نصينا قلنا له داك 1500 رد لنا 3000 درهم الثانوي التالي، وزاد قلنا له
لكل هيئه التدريس باش ما يبقى فيهم حتى واحد الحال. زائد النقاط العالقه، الدرجه الجديده للثانوي التاهيلي حتى هي مدرجه في الملف الشباب. زائد الملفات العالقه، الدكاتره، المبرزون، المستبرزون، حمله الشهادات العليا، كل الملفات التي تهم الثانوي التاهيلي مدرجه في النقاط التسعه، وغادي تشوفوها وتقراوها في العشيه باذن السبيل العليم. لانني ما نقدرش نجاوب اكثر من 100 ابيل، راني جاوبت غير بعض الناس، ما جاوبتش كلشي. جاوبت السي عصام، صونا لي السي مصطفى ما جاوبتوش، صونا لي السي طارق ما جاوبتوش، صونوا عليا اطراف اخرى والله ما جاوبتهم. والله الوالده ديالي ما هضرت معاها، والله امي الدار ما هضرت معاهم لحد الان. يلا تغدينا دابا، يلا انا مازال انا واسامه والعشاوي، مشات امل لدارهم، مشى الحسين ايت يوسف غيطلع بحالاتو، عرفت باش نلقاو مشى بحالاتو. هذه ثلاثه اول طاجه في التي جي بي، واش غيرجع ما رجعش؟ ما جاش المحرزي ديال الرشيديه، ما جاش. جا الحسين ايت يوسف الدار البيضاء سطات، وجا رشيد العشاوي بلمنا الخضيفره، وجا عبد ربي فاس مكناس، وجا اسامه بمراكش اسفي، جات امل سقيره الرباط ساله زمور زعير الى اخره القنيطره، وجا عرفت باش نلقاو طنجه تطوان. هذا الشيء اللي كاين. كنا حاضرين مستبينه ودخلنا بالستبينه وجلسنا على طاوله الحوار ند لند مع التنسيق الوطني، وانا كنت جالس حدا المستشارين ديال الوزير، وكان كيتقطع السيد الوزير، قلت له يبرر المغالطه لذلك ساجيبه، وانني كنت دائما كما كتعرفوني كنطير ما كنعرف لا وزير لا غير وزير. وقلت للسي القجاع انت راجل زوين، انت اللي تحنا هذه الملفات العريقه، لان تفاجاتي بهذه الملفات منذ. قلت له السي القجاع المداخله ديالي، قلت له السي القجاع واش حنا مسؤولين على ملفات ديال 85 ديال 2003، المسؤوليه ملقات على الحكومه، والتلميذ في الشارع المسؤوليه ديال الحكومه وديال الوزاره. دونك حنا كاملين اطراف كاطراف، وهذه بدايه اللحظه الاساسيه. الان حطيتوا اليد ديالكم على الجرح الحقيقي اللي غتبداو دابا. غتبدا عندكم حسن النوايا، وحسن النوايا ديالكم غترجموها على ارض الواقع مكتوبه ومختومه بمحضر. داكشي علاش غدا اللي ما داروش معنا المحضر الله يعاوننا يعاونهم. والسلام عليكم. احترام المعاداة، دقيقة صمت، احترام الله.